مساء الهنا ومساء الحب ومساء الخير ومساء معطر بذكر الله. مساءكم يا رب كله سعادة وكله حب وكله تقوى. مساء رمضاني جميل. خلاص تخيلوا فات أسبوع من رمضان. يعني الواحد حاسس انه هينام ويصحى خلاص يبقى رمضان خلص. استغلوا كل وقت في رمضان. ومساءكم فل، وتعالوا نشوف هنعمل ايه النهاردة مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. جاية لكم النهاردة بطريقة لحمة خطيرة وجميلة جدا. ربنا يا رب يا رب يوسع عليكم وعلى المسلمين كلهم. الطريقة دي هتسعفك لو انت عندك عزومة عايزة تخلصي اللحمة وتشيليها من دماغك، لان هي ما بتاخدش وقت وجهد خالص. انا جبت البصل وقطعته جوليان زي ما انتوا شايفين. لو هتفرموه افرموه فرم يكون خشن، ما تنعموش البصل قوي. وحطيت على التتبيلة بتاعة البصل، حطيت ملح وحطيت فلفل وحطيت شوية كمون صغيرين، حطيت بابريكا وحطيت كمان رشة قرفة. هو ده اللي انا حطيته. وبعد كده جبت فصين توم حطيتهم مع قلب البصل ده. وحطيت كمان روزميري. روزميري ده اختياري، بس هو بيودي طعم اللحمة المكان تاني خالص. يعني عايزة اقول لكم اللحمة يعني هتطلع طعمها خطير وممتازة جدا جدا. دي اللي انتوا شايفينها دي القرفة. وجبت بقى انا قرن فلفل حامي قطعته كده على 3 اجزاء وحطيته برضو مع البصلة. وهفرم كل ده بايدي. الفرم بالايد. وحطيت كمان حبة البركة شوية صغيرين خالص. حبة البركة طبعا حبة البركة انا بحطها ان هي ليها فوائد كتيرة جدا جدا. هي ما بتديش طعم معين في الاكل، لان انا حاطة منها شوية صغيرين قوي قوي. عايزه اقول لكم بقى قلبت كله بايدي. واحنا بنتفرج كده مع بعض على الفيديو، عايزه اقول لكم اوعوا تكونوا ناسين قراءه القران وناسين اذكار الصباح والمساء. ولو المسجد جنب البيت ومتعوده تنزلي تصلي التراويح ما تكسليش وانزلي. ربنا يعينك ومعاك يا رب. انا عارفه رمضان السنه دي صعب عشان مع الدراسه ومع الشغل والدنيا صعبة جدا. بس ان شاء الله بإذن الله ربنا يا رب يعينك ويقويكي. عايزة اقول لكم اعملوا لايك للفيديو لو وصلتوا معايا لحد الجزء ده. اللايك بيفرق وبيعلي الريتش بتاع الفيديو وبيخلي عدد اكبر يشوفه. وده بيبقى حاجة كويسة جدا ان الريتش يعلى بتاع القناة. لو الفيديو عجبك اعملي لايك. لو طريقة اللحمة عجبتك اعملي لايك. لو بتتعلمي حاجة من القناة في الفيديو ده او الفيديوهات اللي فاتت واستفدتي حاجة ما تنسيش اللايك عشان بيفرق معايا جدا جدا. انا طبعا حطيت خلاص عملتهم بايدي. خلطت كله بايدي كويس جدا. حطيت بقى كل حتة لحمة وفوقيها جزء من التتبيلة. وقلبت كله كويس جدا لحد بقى ما اتاكد ان كل حته لحمه اتغلفت من التتبيله اللي انا عاملاها. ده الاساس. بعد ما حطيت كله وظبطت قمت مقلبه ومديه تقليبه لكل اللحمه مع بعضها علشان اطمن واتاكد ان كل التتبيله كلها جت في كل اللحمه. مفيش حته لحمه كده ولا كده ما جاش فيها تتبيله. وبعد ما قلبت اللحمه كلها بقى كويس جدا جبت كيس، لو عندك ستريتش ماشي، كيس ستريتش او كيس بلاستيك عادي، وتغطي اللحمه تغطيها بقى كويس جدا جدا. انا عن نفسي غطيتها وحطيت فوقيها طبق زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده. انتي تقدري على فكره تقدري تعمليها على طول في ساعتها، تحطيها في الكيس الحراري وتدخليها الفرن هتطلع جميله. انما اللي انا عملته ان انا حطيتها في التلاجة. انا كنت عاملاها ده قبلها بيوم، حطيتها في التلاجة لتاني يوم الصبح، وتاني يوم الصبح بقى حطيتها في كيس الحراري ودخلتها الفرن. انا عايزه اقولك انتي كده لو عامله عزومه او حتى لو ليكي في البيت، يعني هتعتبري ان انت خلصتي اللحوم كلها. مش كأنك اللحوم خلاص جهزت من غير ما تتعبي نفسك فيها. يا دوبك هترمي كيس الروستو عفوا يا حبايبي، هترمي كيس الروستو في الفرن هتخرج اللحمه بتدوب دايبه دوب. انا عايزه اقولك طعم اللحمه وهي طالعه تاني يوم من التلاجة وهي نيه اصلا، يعني قبل حتى ما انا ادخلها الفرن واسويها، ريحتها خيال. يعني حاجه يعني صدقوني فوق الخيال. جربوا الوصفة دي وعلى ضمانتي، يعني وصفة ممتازة جدا جدا.
ناس بتبعت تسألني عن المسابقات، هنعمل المسابقات امتى؟ ان شاء الله قريب بإذن الله. يعني احنا اكيد لينا ان شاء الله بإذن الله مسابقة في رمضان. ربنا يكرمكم ويسعدكم ويرزقكم يا رب. لكن انا بتمنى تعملوا لايك للفيديوز، لان ما فيش لايك، وطول ما فيش لايك الفيديو ما بيبقاش له ريتش. فانا برضو عذراكم، مش كلنا بنتابع اليوتيوب خصوصا في رمضان، الاوقات مزنوقة خالص. فالله المستعان. اهم حاجة ان انتوا ما تضيعوش الوقت حتى ولو في الفرجة على الفيديوز بتاعتي. اهم حاجة ان انتوا تستغلوا اوقاتكم في كل حاجة ليها علاقة برضا ربنا، من ذكر وقراءة قرآن وتعبد واستغفار وقيام وتهجد، واعملوا الحاجات الجميلة دي كلها. وافتكروا دايما ان رمضان ايام معدودات، تمام؟ الايام هتخلص وتمشي هوا في لمح البصر، هتلاقوا خلاص ان شهر رمضان خلص. فخليكي مركزة دايما في اوقاتك، علشان انت عندك تارجت وعندك هدف. ايه هو الهدف؟ هدفنا كلنا ان احنا نبقى ان شاء الله باذن الله يا رب من رحمة ربنا وكرمه نكون من عتقاء الله في شهر رمضان. ربنا يعتق رقابنا يا رب ورقاب آبائنا من النار يا رب. ربنا يتقبل صالح الأعمال يا رب، ويرضى عننا يا رب، ولا يتوفنا إلا وهو راض عنا. وربنا يا رب يعني نسأل الله إن هو يعاملنا بما هو أهل له، ولا يعاملنا بما نحن أهل له. وإن ربنا سبحانه وتعالى يعاملنا برحمته ولطفه، ما يعاملناش بعدله أبدا. فأنا بحبكم في الله. عايزة اقول لك حاجة، ما تزهقليش ولا تزهقي من كثرة العزومات في رمضان. لو ربنا مديك الصحة والعافية ومديك الفلوس، اعزمي الناس وما تخافيش، هيبقى البيت بتاعك دايما مليان ضيوف ومليان خير. لو نفسيتك وصحتك ما تسمحش، خلاص ما فيش مشكلة. اهم حاجة تبقى انت نفسيتك مستقرة، عندك صحة برضو، ربنا رزقك بالفلوس، ما تنسيش تطلعي اطعام. صحتك مش قادرة ومعاكي الفلوس بس، كلفي اي ست من الستات اللي على الانترنت اللي بيعملوا وجبات يتعمل لك عدد وجبات معين وانت تكتفي بتوزيعها. مش قادرة توزعيها، اديها لزوجك يوزعها، او لاولادك، او لو مش قادرة كلفي حد ثقة يكون بيقدر يوزع الوجبات دي. يعني شوفي الخير يعني سهل جدا الوصول ليه، اهم حاجة انت تنوي بس. طب ما عندكيش صحة ولا فلوس، ان شاء الله بإذن الله تبقي زيك زي اللي عندها صحة وفلوس بنيتك. لو انتي نويتي وربنا شاف من نيتك الصدق، انك لو كان عندك الصحة والفلوس انك تطعمي الطعام يوميا، وانك تتصدقي، وانك تعزمي ارحامك و ربنا هيديكي الاجر وحسناتك على قد نيتك، وهتبقي انتي في مساواة مع اللي عندها صحة وعندها فلوس. بصوا بقى، انا دخلت اللحمة في كيس الفرن، انا مهما اوصف لكم واصور لكم مش عارفه الكاميرا جايبه ومبينه جمال اللحمه وقد ايه هي بتدوب في البق دوب ولا لا. حاجه يعني للناس الكبيره في السن، الناس اللي اسنانها عندها فيها مشاكل، الاطفال اللي بيمضغوا في الحاجه كتير وبيستصعبوا اللحم زي لحم الصدر او اللحمه ما تبقاش مستويه، وبيستصعبوا ان هم يندغوها. انا عايزه اقول لكم، انا لما بمسك حته اللحمه عشان اوريها لكم بتتفصل في ايدي، طالعه ناعمه ودايبه وجميله جدا جدا. واقول لكم بقى على الطعم والريحه والجمال، يعني مهما اوصف لكم في الاكله دي ما شاء الله اللهم بارك. انا بقى طبعا هنا ما كنتش في البيت، انا كنت عامله اللحمه دي مش لينا يعني، فبرضو قلت اصورها لكم بقى لما طلعت. مش معقوله اوريكم الاكله ما اوريكوش تصويرها. بس فعلا خطيره جدا وجميله جدا، وفتحت نفس كل اللي اكلوها، وخفيفه كمان، ما تحطش عليها اي حاجه، ونزلت كل الدهون بتاعتها. وانت ممكن تصفيها وتشيليها بقى من الصوص لو الصوص فيه دهون او حاجه، وتحطيها من غير صوص ولا كده. فالاكله جميله وهتعجبكم، وهيبقى خلاص انت خلصتي من صنف اللحوم اللي موجودة عندك في العزومة او حتى في الفطار العادي، وهتتفرغي بس لو ممكن تعملي معاها رز ابيض واي نوع خضار تحبيه. ممكن رز بالبسلة برضو هيبقى تحفة جدا، ممكن رز بسماتي بالخلطة يعني. وده في اللحمة دي تتحط كده على وش سيرفيس الرز لما تخرجيه على شوية مكسرات، هيبقى في منتهى الجمال وهتبقى اكلة جميلة. بحبكم جدا في الله، اتمنى يكون الفيديو خفيف على قلبكم والوصفة تعجبكم. دمتم في صحة وعافية يا رب، ربنا يحفظكم. اشوفكم
اشوفكم في فيديو قريب جديد ان شاء الله، مش هتأخر عليكم. ما تنسوش اللايك، ضروري ضروري جدا، لايك دلوقتي حالا. لو اول مرة تشوفي القناة شرفيني بالاشتراك وانضمي لعالم اسرار البيوت مع حنان. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.